من الخصائص اللي اختص بها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. يعني المسيحي ما يعرفش يتعبد إلا في الكنيسة، واليهودي ما يقدرش يتعبد إلا في الدير بتاعته، ولكن الأرض جميعا أي مكان في أي وقت في أي زمان في أي دولة في الصحراء في أي مكان تقدر تؤدي الفريضة وتصلي. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ودي من خصائص حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جوامع الكلم اللي اختص بها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أينما أدركتكم الصلاة فصلوا. نبقى كده: أينما أدركتكم الصلاة فصلوا. تقدر تصلي وأنت في العمل، وأنت في البيت، وأنت في المسجد، وأنت في المصنع، وأنت في الصحراء، وأنت راكب الطيارة، وأنت راكب الجمل، على أي هيئة تقدر تؤدي الفريضة. والفريضة لا تسقط عن الإنسان، فريضة الصلاة لا تسقط عن الإنسان إلا بوفاته، لما ينتقل من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخرة. يعني الإنسان مريض لا تسقط عنه الصلاة، ما يقدرش يقف يصلي وهو قاعد، ما يقدرش يقعد يصلي وهو نايم، ماشي؟ ما يقدرش يتحرك يومئ بإيه؟ بأصبعه أو بعينيه، برمش عينه. المهم إنه ما ينقطعش عن هذه الفريضة حتى يلقى الله وهو راض عنه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.